السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحمد لله دلوقتي صممنا الابر اند لور كورد. لو فتحنا كده شيت الاكسل اللي هو بقى النهائي الليفر اند ابر اهوت، هنلاقي طبعا ان ال واحد الانجل اللي احنا خلاص عرفنا صورتها اللي هي دي اللي موجودة هنا، عبارة عن كام؟ عبارة عن التنشن والفورس بتاعتها كذا والكمبريشن فورس بتاعتها كذا. خدناهم من هنا، وعندنا اللمبة امبلان واللمبة والبلان، وعما جينا نشوفها طلعت 90 في 9 في 9، ده دايما عادة هي بتطلع كده. وبقية الانجلز طلعت معانا 80 في 80 في 8، وهنا برضو طلعت معانا 70 في 70 في 7. لو احنا بقى عايزين حابين ننظف، نشيل ده بقى ونظبط الشيت الاكسل بتاعنا، مش هيجرى حاجة خالص. تمام. كده احنا خلصنا. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الابر اند الابر كورد وطلعنا قطعته. هنعمل بس سيفنا خلاص. طيب ان هنحتاجه تاني لاننا الشيت ده هنحتاجه لما نيجي نصمم المسامير ان شاء الله، اللي هي دي طبعا الحاجات اللي احنا استخدمناها. ممكن انا اعمل هنا نيو فولدر واسميه ديزاين. تمام، upper and lower chord. تمام، ناخد هنا بقى شيتات الاكسل اللي احنا استخدمناها، وتقول لي كوبي وتحطها هنا وتقول باست. تمام، وتاخد برضو احنا عملناها كوبي. طيب معلش هناخدها تاني كنترول، بس نعملها كات ونعملها هنا باست، نعمل ريبليس، مفيش مشاكل خلاص. عشان بس لو الدكتور او اللي بيراجع المشروع بتاعك قالك وريني شيتات الاكسل اللي انت استخدمتها لتصميم الانجلز، يبقى الشيتات موجوده. برضو الشيتات لو انت عايز تسيف اي زاويه، ممكن مثلا تاخد الزاويه الاولى تتاكد، تقول مثلا الزاويه الاولى كانت كذا والتانيه كذا، وتسيفهم عندك، لان كده دي مش ده كده مش الزاويه اللي احنا خدناها يعني هنا الفورس كذا كان طالع معانا 9 مش عارف 73، وهنا 1 بوينت كام 1.56 ده للأبر مثلا، ماشي. وهنا 6 متر وربع مثلا كان طالع معانا 90 في 9. تمام، ماشي. وبعد كده تقول لي وهنا كانت 180. بس كل حكاية بس تسيفهم كده، انك تبقى مثلا خلاص ده كومبريشن، ده نموذج للكومبريشن، وده مثلا نموذج للتنشن. شوف التنشن كان طالع معانا وهكذا، ماشي وبتاع. خلاص، هو بس الشيتات الاكسل مش صعبة تمام. هنا ممكن خلاص. طيب ده كده هنكمل بقى ان شاء الله في الموضوع بتاعنا. نقول view show all object show all. تمام، احنا عايز بقى select properties. انا هشتغل بقى هنا بسرعة عشان احنا فهمنا اللعبة بقى. هناخد الdiagonal and vertical select، وتقول لي close. بعد كده view show selection frame، هتلاقي عامل axial force maximum apply. اوكي، view show selection only. طيب تمام، طلع لي الفورسز اهي. ملاحظ جدا ان الفورسز هنا كبيرة جدا والفورسز هنا كبيرة. لو جينا نشوف الفورسز اللي هنا اللي على الدياجونال عندها 8 وكام و4 وشوية. تعالى هنا نشوفها كام. عندها طبعا اقل، لان عارفين ان الجزء ده اكبر من الجزء دوت. فاحنا هناخد ده كده ونحدد ده كده ونحدد ده كده. تمام، المنبر ده تمام. بعد ما حددنا الممبرز دي كلها يا باشمهندس، تقول لي فيه فايل important، ماشي important export سوري اللي هو تو اكسل. وطبعا زي ما احنا عارفين بس نختار حالة التحميل تبقى ماكس، وتقول لي اوكي طلع لي الشيت اكسل. وده بقى تبقى upper and lower يبقى ده vertical and diagonal. خلاص تمام، هتقول لي سيف عشان تطلع الزاوية. نزل ده وطلع دوت. خلاص. طيب انا ماشي، هاخد الكومباينيشن وتقول لي ديليت، وناخد دوت كده. خلاص اهوت، حددت البوزيشن ديليت، مش هتفرق معايا، والحالة هنا ماكسيموم، ماشي. وتاخد ده كده تدلت دوت مش عايزينه.
وطبعا هنا حالة التحميل delete، وهنا طبعا هتاخد ده كله، او ممكن اعمل هنا وتقول لي formals data A to Z واللي sort، وبعد كده vertical diagonal واحد، من diagonal واحد لحد diagonal كام 8، من vertical واحد لحد vertical 8. تمام. وبعد كده مش عايزين الباقي ده خالص تاني، من هنا diagonal 8 في diagonal 8 هنا. طب احنا عندنا هنا diagonal 8 diagonal 8.8 وسالب بس diagonal 8 هنا عند الايه البوزيشن مختلف شوية، بس هي اياها، بس هتقول لي delete. خلاص. وبعد كده تقول لي delete، وبعد كده تحدد دوت وتقول لي هوم، كبر القطع شوية عشان الدنيا تبقى واضحة. تمام يا باشمهندس. وبعد كده خليه في النص وماشي، وكبره لي كده شوية، وبعد كده نحددها كده ونعمل كده ايه insert، ونعمل هنا insert ونسمي ده مثلا ممكن angles name اي حاجة. وهنا عارفين طبعا اللي بنحط ايه compression member، او خلي هنا فوق tension member، tension force او tension members اي حاجة. وهنا مثلا هتحط لي ايه compression force. تمام. وهنا مثلا امبلان ماشي كده. هنا الاوت بلان. تمام. هنا طبعا تقول لي هتحدد لي ده كده، بتقول لي ايه 1 انجل. خلاص. تيجي هنا هتقول لي insert. انا بحب اعمل insert دي بس مش اكتر، عشان يبقى يبقى كل ممبرز واضح، بس مش اكتر. يعني انت عايز تعملها اعملها، مش عايز انت حر يعني ايه. مش حاجة يعني. تمام. خلاص. لحد هنا diagonal، وهنا برضه عندنا الايه vertical. تمام كده احنا خلصنا كله. طيب هنا الوان انجل، هنا بقى نعمل ايه ستار شيب. ستار شيب ده هيبقى للفيرتيكال رقم كام وكام وكام. نفتح الصورة. لا مش هنا، هنفتح الاوتوكاد ونشوف 1 2 3 4. طبعا هنا 1 2 3 4، رقم 4. تمام. رقم 4 واللي في النص. خلاص. 1 2 3 4، يبقى في 4 وفي ايه وفي 8، في 4 وفي 8. 1 2 3 4، في 4 وفي 8. يبقى نيجي عند في 4. تمام. هنا هنديها مثلا ايه لون كده ولا حاجة، بس عشان نفتكر بس ان ايه ان دي في 4 وفي ايه 8، ان دي ستار شيب مش اكتر بس. خلاص. اللمبة امبلان احنا كنا متكلمين عن اللمبة امبلان قبل كده، بس هنا التنشن فورس ممبر هنا يبقى كام 8.26، وهنا الكمبريشن 4.38. تعال نشوف اللمبة امبلان الدياجونال والفيرتيكال. تعال اول حاجة نشوف للايه نفتح السيشن اللي احنا فيه ده، اللي هو سيشن 4، ونشوف كنا احنا بنتكلم عن الدياجونال ده والايه والكود قال ايه فيه. تعال قال لك في الممبرز المايل ال في الامبلان طوله في الاول بلان 1.2. تمام. ده الدياجونال طوله في الاول بلان. طب طوله قد ايه بقى يا باشمهندس؟ هتضطر انت تجيب طوله من الايه من البرن. الطول هنا مختلف، فاضطر تحسب طوله. يبقى هنا ايه طوله في الامبلان. طيب هنا كده ده طوله ماشي، طوله ايه 2.53. يبقى تروح على شيت الاكسل وتقول له 2.53. بما ان ده دياجونال يبقى ما هو ده واحد اصلا، يبقى عبارة عن يساوي الجميل ده مضروب في 1.2، وتقول لي انت ده اللمبة او البلان. تمام. تعالى دي 2 اهم حاجة بس، دي 2 ادي دي 2 اهو. $2.67. تعالى نشوف ده يبقى قد ايه.
تمام. طيب دي طريقة عشان انت تعرف بيها الطول. في طريقة تانية ان انا اعرف بيها الطول، ممكن تعرفها من برنامج السات ذات نفسه اهوت. تعالى بس نخلص من دوت الاول. يبقى عندنا اول حاجة 2.67. هنخش على هنا بقى الايه، شغالين احنا على الايه الدياجونال. 2 بوينت كام؟ 2.67. 2.67 دي 3 2.67. احنا خلصنا ده وخلصنا ده. 2.79 ولا 2.80 ولا حاجة. 2.80 دي 4. يبقى كام يا باشمهندس؟ افتح الاوتوكاد. 2 بوينت كام؟ 92. 2.92 دي 5. هيبقى كام بقى يا باشمهندس؟ دي 5 اهوت. تعالى نشوف بقى، نعمل لاين بسرعة كده ونشوف ده يبقى قد ايه. خلاص وتاخد الطول دوت، وتاخد الطول دوت، وتاخد الطول دوت، وتاخد الطول دوت. خدنا 2.79. خدنا 2.79 وخدنا 92. 3.5 و 3.19. 3.5 3 بوينت كام؟ 19. تمام. اتفضل. دي 8 كام يا باشمهندس؟ دي 8. 3.32. 3.32 3.32 3.32 تمام. 3.32 3.32 في غلط لأنها مش دي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. بس احنا غلطنا في حاجة. هنشوف الغلط ده ونرجع تاني. تمام. يبقى احنا كده عملنا اللمبة امبلان. كل الحكاية بقى خلاص. بس هو كان فيه غلط ان انا كنت بس ناسي واحدة بس فيها. فهنقول يساوي وناخد دوت طبعا في في 1.2 انتر. ماشي. ودوت يساوي ده في 1.2 انتر. خلاص. ممكن ناخد ده كده لحد فين؟ لحد ده. يبقى ده خدنا ده أكد بس. خدنا ده هو كلهم ادي على بعض. طب تمام. خلاص كده. طيب تمام كده مفيش اي مشاكل. هنيجي هنا بقى في في الفيرتيكال دوت. طيب تعال نشوف الفيرتيكال دوت اللي هو الرأسي. طيب الرأسي قالك فين الرأسي؟ عم نشوف الكود قال ايه في الرأسي. الرأسي اهو. الرأس في الامبلان قالك خدوا 0.7 قللوا. يعني هو في الامبلان خدوا 0.7، وفي الاوت بلان خدوا 1.2. يبقى في الامبلان ناخدوا 0.7، وفي الاوت بلان ناخدوا 1.2. لا احنا مش هناخده في الامبلان 0.7، احنا هناخده في الامبلان طوله، وفي الاوت بلان 1.8. تمام. ماشي اهو. في الامبلان بيقول لك بقى هنا طوله، في ال هنا بيقول لك في الامبلان طوله، وفي الاوت بلان برضو طوله. اما في الدياجونال في الامبلان طوله، وفي الاوت بلان طوله. خلاص. طيب دلوقتي احنا هنشتغل على الكتاب هنا في مذكرات عين شمس كاتب هنا في الكود صفحة 56 و 57. لو فتحنا الكود كده صفحة كام؟ نشوف هي الصفحة ولا ايه. 56. هي مش مكتوب. ماشي 56 اهي دي يعتبر 56 58.
فايه بس هو هنا مش كاتب ال طولها، فاحنا هناخد الايه، هناخدها زي ما هي مكتوبة في هنا في الامبلان طولها. تمام، في الامبلان طولها، وهنا برضو في الاول بلان طولها. طيب دلوقتي خلاص انت بتقول في الامبلان طولها، في الاول بلان طولها. طيب دوت اللي فوق احنا عايزينها على اللي تحت، هو الفيرتيكال اند دايجونال، او فيرتيكال اند دايجونال في الامبلان طولها، في الاول بلان طولها، وهنا برضو في الامبلان طولها، وفي الاول بلان طولها. طيب هناخد انهي واحد بالظبط؟ شوف صلي بينا على النبي، احنا خدنا هنا في الامبلان طولها وفي الاول بلان ضربناه في 1.2. تمام، هنا هناخد في الامبلان طولها برضو في الاول بلان ونضربه في 1.2، عشان انا كده بزود اللمبة او البلان، وده بيبقى مور سيف بالنسبة لي. طيب في الامبلان طولها بقى، فده طوله هنجيب من الاوتوكاد، وما انا كنت راسم ملفات الاوتوكاد ده ليه؟ ماشي، عشان احسب اي حاجة منه ناقصاني ابدأ احسبها على طول. تمام، اول حاجة نبدأ نحذف دولي، وبعد كده هندخل الاطوال لبرنامج الايه، لبرنامج الاكسل. خلاص، تعالى هنا. طيب نشيل ده بس ونشيل ده تاني، نبدأ نحسب الايه، الاطوال. هنا 2.16، وتبدأ بقى تشوف هنا ايه 2.32، وهنا تبدأ تحسب بقى ايه طولها 2.47، وهنا طولها. تمام، عبارة عن 2 بوينت كام، وهكذا. هشوف انت بقى يا باشمهندس تتعامل بقى مع نفسك كده وتشوف الاطوال. خلاص، يبقى اول حاجة بس 2.16، يبقى نروح بقى على 2.16 في الامبلان 2.16. خلاص، في الاول بلان زي ما قلنا هنقول يساوي ده، هنضربه في 1.2 كده، انا بزود الباكلينج وده مور سيف بالنسبة لي. تمام، انا هكمل الباقي وهوقف الفيديو ونكمل الباقي ونرجع ان شاء الله. تمام، يبقى احنا كده دخلنا اللمبة امبلان ودخلنا اللمبة اوت ايه بلان. فاضل عندي التصميم وان انجل والستار شيب، واطلع تنشن فورس. والله تنشن فورس هنا زي ما انت شايف بس 6 بوينت كام 58، هنا 5.31، هنا 3 بوينت كام 85، 2.70، 1.66. تمام، هنا بوينت 88، بوينت 88، انتر تاني، بوينت 811، 3.81، 3.16. تمام، 2.58. خلاص، 2.58. هنا 2.03، هنا 1.53، 1.06، هنا بوينت كام انتر. تمام كده، هنا بوينت كام 85. تمام، ده بالنسبة للتنشن. بالنسبة للكمبريشن حط سالب جنبها بس عشان نفتكر واحنا بنحل ان دي كومبريشن. سالب 3 بوينت كام 91، سالب 3 بوينت يساوي سالب 3.11، سالب 3 سالب 3.11. تمام، سالب 2 هنا، سالب 1 هنا، انتر، هنا، 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 تمام. ده الرقم ده انت ممكن هنا تقلله من هنا، مفيش مشاكل. ماشي، ممكن نعمل كوبي في هنا ماتش للي موجود هنا كله يعني.
انهم يكونوا قليلين زي يعني كده. خلاص. طيب وهنا هنلاقي ايه يساوي. خلاص فاضل برضه ايه التصميم زي ما صممنا، بس كل الحكاية هنصمم 1 ايه انجل. يبقى ننزل ده كده ونروح نجيب نعمل هنا ونسميها نيو فولدر ونسميها ايه مثلا vertical. ماشي vertical دلوقتي. خلاص. طيب هناخد انت compression والتنشن ده وده، تقول ايه copy افتح قوس vertical هنا بس. نشوف بقى نفتح الكمبريشن الاول. والله الكمبريشن الطول عندك قد ايه؟ هنبدأ بقى يا باشمهندس نشوف الطول 8 بوينت كام 2.53 2.53. طيب 2.53 2.53. تمام. اللمبة امبلان تفتح الشيت بتاعك على طول. اللمبة امبلان بكام؟ هو المفروض الكمبريشن 4 بوينت كام 83 4.83. وبعد كده اللمبة امبلان يا باشمهندس عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2.53 واللمبة او البلان عبارة عن 3.0 كام 3.6. تمام. ماشي. طيب هي وده كومبريشن هنقارن بين 180 هنخليها ايه طبعا 60 في 60. نبدأ ب 60 في 60 هي مسافة 60 في 60 لأن الكومبريشن والايه اللمبة امبلان واللمبة والبلان مش كبيرة، فهي في الحالتين ايه مسافة. طبعا احنا عشان أقل زاوية هنستخدمها هي 70 في 70، دي أقل زاوية هنستخدمها. تمام. يبقى دي 1 انجل. تمام. 70 في 7. تمام. ونخش على التنشن برضو ندخل 8.62 نشوف التنشن هيعمل لنا ايه. هنقول له ايه 8.62 واللمبة امبلان 8.26 اللمبة امبلان 2.53 وهنا برضو ممكن تريح نفسك تقول يساوي 2.53. ممكن تقول يساوي جميلة دي في 1.2. خلاص. تمام. اللمبة او البلان دي اللمبة امبلان ماشي 3.04 وهنا اللمبة امبلان هي نفس طول المنبر 2.53. خلاص. تمام. وهنا كام 6.26 مش كام طبعا هنصممها فولتد بعد كده مع الولدد ان شاء الله. طب ايه الفرق ان ولدد وفولتد؟ لا الولدد طبعا زي ما احنا عارفين ده هتبقى ايه سنجل انجل كام 60 في 60 مسافة. طبعا احنا عارفين ان الفولتد والولدد في فرق بينهم، ان الفولتد احنا بنضرب في 0.58 اما الولدد ما بنضربش. تعالى بس نشوف حاجة في الكومبريشن. باك تو باك وقعنا في غلط شاسع. خلي بالك من الحتة دي. نختار الانجل هنخليها ايه 70 في 7 في 1 انجل. اهي شوف طلعت انصيف 70 في 7 طب 75 كام 80 90. حتى 90 مش مسيفة ولا 100 مسيفة 110 مش مسيفة. 4 بوينت اللمبة او البلان 3 بوينت كام الليمت باكلينج. تمام. تعالى كده 21. طبعا زي ما انت شايف الانجل ما كانتش مسيفة خالص، فانت لازم تركز دي سنجل انجل مش تو انجل. تمام. ودي بولتد سنجل انجل لازم انت تركز فيها جدا. فيبقى نروح بقى هنا ونقول بقى دي اصبحت كام مش 70 في 70 دي اصبحت 120 في 120 في 120 في كام يا باشمهندس بقى اللهم صل وبارك في 12. طيب في 12 خلي بالك من الحتة دي ضروري جدا. طيب تعالى هنا 6.58 الكمبريشن بتاعه سالب بوينت كام 3.9.
3.9 اهو 3.9 كده التنشن بيبقى مسيف، يبقى نراجع على التنشن بس في الايه في الاخر، نقفل التنشن خالص دلوقتي. طب خلينا في الكومبريشن 3.90 وبعد كده 3.90 فين اهي 3.90 2.67 والاوت بلاند بكام 3.20. طب سنجل انجل سيف، تعالى بقى نشوف 110 مسيفة، خلي بالك ان سيف يبقى نستخدم 110 في 110 في 10 110 في 110 في 10 110 في 110 في 10 وهكذا بقى يا باشمهندس. تعالى بقى نصمم ايه، بس اهم حاجة دلوقتي عندي نشوف الاول ايه في 4. تعالى في 4 بس هتبقى ايه بقى، في 4 تبقى ستار شيب 2 سالب 3.52 سالب 3.52 القوة 3.52 الطول بتاعه 2.63 3.15 2.63 كام 3.15 كام 15 ممكن نتأكد 3.62 تمام. طيب ماشي، هنختار بقى دي ايه اهو ستار شيب، اهم حاجة تقول لي ستار شيب اهو. تعالى بقى نشوف ستار شيب 60 في 60 هي مسافة ستار شيب 60 في 60 لو استخدمنا ايه لانها تعتبر تو انجل، فاحنا هنستخدم اقل حاجة طبعا 70 في 70. يبقى هنا الكلام ده كده هتيجي هنا وتقول لي كام هنا بقى 70 في 70 في 7 تمام. وهكذا بقى يا باشمهندس في بقية الايه العناصر. انا ان شاء الله كده احنا صممنا الابر عند الابر كورد والدياجونال وصممنا كل حاجة. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نصمم ايه الفريم ونشوف هنطلع الانترنال فورس بتاعته ازاي. وبعد الفريم ان شاء الله نبدأ بقى نصمم برضو الايه الكونكشن بتاعت الفريم والايه والمين سيستم لانها اهم كونكشن، والباقي طبعا الكونكشن بتاعته بسيطة جدا، بس اهم حاجة الكونكشن دي ونشوف ان شاء الله هنحلها ازاي بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.